النهارده هقول لك على طريقه تخليك تاكل زغاليل من غير فلوس، من غير ما تكلفك حاجه. زي ما احنا شايفين الزغاليل قدامنا، كل الاحجام، كل الاشكال والالوان. يا مساء الجمال، اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن ازاي ناكل زغاليل من غير ما ندفع فيها فلوس او من غير ما نحس بثمنها. طبعا اول زغلول هيتاكل الزغلول اللي بيدخل في الكاميرا ده. هنمشي مع بعض واحده واحده وهوريكم ازاي يبقى عندنا شويه زغاليل، في منهم حاجات تتباع وفي منهم حاجات انا لو جيت ابيعها اساسا مش هتجيب لي فلوس، او هي اساسا مش هعرضها لان انا مش دافع فيها فلوس، وانا بدل ما اذبح حاجه غاليه من السلالات اللي عندي فاذبح الحاجات اللي هي سعرها بسيط. او بص، مش هنتكلم كتير، اهم حاجه اضغط لايك وندخل في الفيديو على طول. زي ما احنا شايفين كده، احنا دلوقتي عندنا مثلا الزغلول زي ده اللي هو ده، الزغلول ده مثلا اهو. الزغلول ده روماني بريشه مميزه قوي، يعني ده نادر، ده كده ده حاجه. ده زغلول طالع، ده زغلول مثلا حاجه اسمها ده زاجل بريشه مميزه قوي زي ما احنا شايفين اهو ده. طيب ده واحد تاني. طيب ده روماني، انا بعرض لكم برضو حاجات عشان نعرف ايه الفرق. ده روماني اهو، تمام. ده برضو روماني، ده برضو روماني، ده روماني. اصل الزغاليل من دول من الروماني بيعمل 600 جنيه، ماشي. والزاجل الاكتاف ده، الزاجل الزينه ده برضو يعمل له رقم. طيب ايه بقى اللي هنذبحه ومش هيعتبر يكلفنا فلوس؟ ده مثلا فرد زاجل، تمام. ده فرد برضو زاجل تاني، ده واحد تالت واحد زاجل، ده برضو زاجل. طيب يبقى كده احنا عندنا 4 حمامات زاجل. ده طبعا مش بابي وانا مش بربي زاجل ومش فارخهم الهدف ان هم يعني ان انا كنت عايز افرخهم يعني. بعد ما احنا شفنا دلوقتي الحاجات اللي انا عرضتها لكم، انا وريت لكم مثلا الروماني وشفنا الروماني مثلا، وقلت لكم اسعار الروماني اللي عندي ده المستويات دي تعمل كام. طبعا انا ما عرضتش يعني زغاليل كتيره، ما عرضتش ولا كينج ولا اي حاجه تاني، انا بعرض لكم بس كام حاجه عشان بس تبقى فاهمين الفرق ايه. طيب الروماني ده طبعا انا كنت عايز افرخه، وعندي يعني عندي الحضانات اللي بحضن تحتها عشان افرخ مثلا الروماني اللي زي كده، او اي حمامه انا عايز ازود انتاجها. طيب انا بزود الانتاج ازاي او بحضن تحت ايه؟ انا عن نفسي باكتر حاجه بحبها في التحضير بحضن تحت زاجل. طيب لما انا ما بيكونش عندي حصى بتاع مثلا روماني او بتاع كينج ولا حاجه، اللي الحاجات الغاليه اللي انا عايز احضنها، والقص بتاع الحضان اللي هو زي كده ماشي، القص محصي، اعمل ايه؟ ارمي الحصى ده لحد ما القص يحص تاني لما يكون عندي حصى، ولا اسيبه يفرخ الزغاليل دي وبعدين اخد الزغاليل دي ماشي؟ اذا كان انا في 4 دول، وعلى فكره انا لسه ذابح 4، يعني هم في برضو 4 مذبوحين برضو نفس يعني مثلا معايا 4، يعني قول اسبوع تاني او 5 6 ايام تاني واذبح دول. طيب انا دول ما بيكلفونيش ازاي؟ ما طالعين اول حاجه طالعين من تحت الحضانات، الحضان كده 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 بياكل وكده كده موجود عندي. وانا لو كنت مسكت الحصى دول رميت ولحد ما يحص تاني يكون في حصى موجود عشان احضن تحتها، يبقى انا ما كنتش استفدت بدول حاجه.
طيب انا باخد بسيب مثلا الحضانات تطلع الزغاليل اللي زي ده، تطلع مثلا زي ما شفنا 4 زغاليل 5 زغاليل. لو طلع الزغلولين اي اللي بيطلعوه على حسب، انا مثلا في المتوسط قول مثلا في الشهر في حضانات بتطلع عندي قول 10 زغاليل ولا حاجه. ال10 زغاليل دول انا لو اشتريتهم من بره دلوقتي بالميت خالص ب 500 جنيه، يعني لان القص البلدي اتباع ب 500 جنيه وحجمه مش اكبر ابدا من الحجم ده، عشان بس نبقى فاهمين. البلد اللي موجود حاليا حجمه ابدا مش زي الزاجل، وطعم الزاجل احسن حمامه زاجل في الاكل. الحمامه الزاجل في الطعم، لان الحمامه بتاعتها الحمامه بتبقى شاده نفسها ما فيهاش دهون. ادينا زي ما احنا شايفين، ادي دي الاحجام تمام. بدءه كمان ده لسه صغير، يعني هو مثلا معقول لحد 4 5 ايام تاني بيبقى حجمه اكبر من، يبقى عدى كمان زغلول البلدي. طيب انا بعمل ايه؟ هنقول برضو ان لو مثلا سيبنا الزغلول ويقعد له مثلا شهر تحت الاهالي وعبال هعطل الحضانات، لا انا بقى برضو بعمل ايه؟ حاجه تاني عشان بتخليني يعني ما بحسش ابدا بالزغاليل اللي طالعه دي. بتيجي مثلا الزغاليل ده عمر اسبوع 10 ايام، بروح واخدها من تحت الاهالي زي مثلا زغلول زي ده، يعني ادينا احنا شايفين اهو ماشي. انا ده لسه خدته من كذا يوم كمان من تحت الاهالي. اصبح ان الاهالي مقل قعدت 18 يوم عليه، والاسبوع يبقى ما كملتش شهر 25 يوم وبيكونوا متاخدين الزغاليل دول من تحتها، والحضانات بتفضى للحصى التاني بتحصي وبحط تحتيها بقى، بكون مجهز الحصى وبرميه تحتيها. طيب ادي 500 جنيه ده تعتبر وجات من الهوا. مثلا بقول في الميت في الشهر انا كان عندي ادي مثلا عندي 4 زغاليل، وفي 4 ذبحتهم من كام يوم، وفي حاجات تاني كمان هوروكم. يعني في قص لسه صغير في العين دي ماشي، انا سبته تحت القص ده ياكلوا يومين بس عشان خاطر اتاكد من ان هم عدوا خلاص مرحله اللبا، وبعد كده هروح برضه هيتحط مثلا مع دول. الغريب كمان في الموضوع انتوا ما تعرفوش، هنقول مثلا انا باكله انا ده طريقه التاكيل انتوا عارفينها، هوريها لكم دلوقتي. الطريقه اللي انتوا عارفينها انا باكل بالميكس وبعدين وبنمشي معاه كل يوم. الغريب كمان اللي بيحصل معايا او اللي بيسهل معايا الموضوع ان الحمام ده كله بياكل لوحده. يعني مجرد ما باكله يومين 3 انا بسيبه مع الحمام الكبير اللي هم الزغال الاكبر شويه. الحاجات اللي هي زي دي لما بتبقى اكبر شويه بسيبها معاهم. فطبعا بتيجي الزغاليل دي بتشوفهم بياكلوا فبيعلموهم ياكلوا. عايز اقول لكم انا دلوقتي الزغاليل دي فعلا من بقالهم في حدود 4 5 ايام انا ما مسكت الزغلول الواحد اكلته، بشربهم ميه ممكن لا بلاقيهم اكلين جامد ومفيش ميه، فبروح سايب الزغاليل خلاص بقى تاكل لوحدها، وبيبقى سهلت عليا في ولا ذبحت مثلا زغلول من الغالي ده. لان انا في الطبيعي في الاول لما كنت باجي اذبح زغاليل كنت بذبح من الحاجات دي اهو، كنت بذبح من ده في الاول. يعني مثلا ما انا هذبح زغلول روماني زي ده، الزغلول مثلا ب 300 جنيه. طب وانا دلوقتي بيطلع عندي لما بزود كميه الحضانات، لان احنا من مصلحتنا ان يكون عندنا حضانات كتيره وجاهزه في طول الوقت. في طبعا حضانات بتبقى اللي هي الحضانات اللي هي بتبقى عطال اللي بنرمي تحتها الحصى في اي وقت، وفي حضانات انا بفضل الحضانات اللي شغاله او اللي بتبقى سلسه وموجوده طول الوقت. يعني الحضانات الشغاله طبعا كل ما الحضانات بتزيد كل ما بتزود عندك الانتاج. طيب بتزود عندك الانتاج طبعا بتزيد الحضانات عن الحصى اللي طالع ده تمام، هو المفروض ده المكتوب اثباته، ده المفروض اللي يكون اللي بيحصل يعني. فطبعا يحصل ان الحصى اتحصى زي ما قلنا، ويحصل الموضوع ده معانا. هل ان انا بخسر؟ لا، انا ما بحسش بثمن الحاجات دي، انا ما بشتريش من بره وما بذبحش زغلول غالي كده. ده اللي احنا محتاجينه من الحمام، موفر معانا في حاجات كتير. وزي ما قلنا زغلولين من دول، هقول لكم حاجه، مش زغلولين، 4 زغاليل من دول احسبوهم ان هو بالبلدي كده طبخه، بالبلدي طبخه بتاعت يعني ايه، بتاعت كيلو لحمه. كيلو لحمه اليومين دول احنا عندنا هنا ما اعرفش في كل بلد كام، عندنا هنا بتتباع ب 260 جنيه. يعني زغلولين زي دول عايز اقول لكم انه ممكن يوفروا عليا مثلا 260 جنيه في يوم. طبعا انا مش بتكلم في كلام من الفضاء، انا عندنا الزغاليل دلوقتي البلدي بتتباع ب 120 جنيه. انا ضربت لكم في 100 مثلا، وعشان كده بترفع بال 120 وبترفع تاني وهترفع، لان الناس يعني برضو بيوزوها بايه، بيوزوها الفراخ ب 70 جنيه،
اللحمه 260 جنيه، يبقى الزغاليل اللي هتفضل زي ما هي ب 70 و 60 مش هينفع، هتفضل بترفع زي ما هي، الكلفه بترفع بس برضه الحمام بيرفع. فالحمام كده كده مفيش خساره. بس ده كان فيديو بسيط كده، ولفت نظركم على حاجه، زودوا حضانات عندكم، حتى اللي ما عندوش حضان، حتى اللي ما عندوش حضانات وعنده حمام بلدي، اقدر ما احسش بالزغاليل دي وتطلع عندي من غير ما احس بثمنها بنقطه. ان انا الزغاليل طلعت شويه كبرت عند الاهالي اسبوع 10 ايام اخدها واسيب الحمام يشتغل تاني، واروح مخلي الزغاليل دي اكلها انا شويه كام يوم واحط قدامها الصبح وللاكل كانها زغاليل طبيعيه. حتى لو مفيش زغاليل كبيره معايا، لو عندنا زغاليل كبيره نحطها معايا، هنلاقي كام يوم ان الزغاليل بتاكل لوحدها والاهالي اشتغلت تاني. زودنا الانتاج. حتى اللي عنده بلدي وما يعني ما عندوش حمام غالي وعايز يزود انتاجه برضه مش هيحس بيهم، يبقى وفرت معاك، وفرت في حاجه تاني، فلوس مثلا هتدفعها في لحمه، هتدفعها في فراخ، بعتهم لحد تاني. انا اعرف ناس عندها حمام غالي و100 100 وزي الفل، بس مخليه الزغاليل بتاعه الحضانات دي هي اللي تصرف على الحمام. يعني الناس، يعني انا مثلا لو بعت الزغاليل اللي بتطلع دي ذبح، الزغلول بالقص ب 100 جنيه، طب ما انا في الاخر هلاقي ان هو بيجيبوا اكل الحمام. اي نعم انا الاكل بالنسبه لي معدي بكتير، لان انا برضو انا عندي يعني كميات، لكن في ناس كتيره ما عندهاش الكميات بتاعتي، فممكن مثلا ال 500 جنيه دي تكفي اكل بالنسبه لناس. خليك انا مثلا معايا ممكن يشيلوا له مثلا تلت شهر مثلا ولا ربع شهر، هيسندوا مثلا شويه بس. فادي تكه بسيطه ظبطت معانا. وخليكم عارفين الحمام ما فيهوش خساره، طول ما الدنيا بترفع الكلفه بترفع الحمام برضو بيرفع. ده كان فيديو سهل كده وسريع، لفت نظركم على حاجه. اضغط لايك عشان الفايده تعم، واستنونا باذن الله في فيديو جديد.